مصر حضارتها مصرية مش فرعونية. طيب ليه لما بنقول الحضارة الفرعونية بنقول عليها غلط وإنه لازم نقول الحضارة المصرية القديمة؟ لقب فرعون نفسه ظهر في الدولة الحديثة في الأسرة 18 وتحديدا في عهد الملك تحتمس الثالث اللي هو من خبرة أو زي ما بيعرف بيه جحوتي مس برعو فرعون، ومعناها المنتمي للبيت الكبير. وأكتر حاجة بنستشهد بيها هو القرآن. فلما جه يذكر الشخص اللي كان في عهد سيدنا يوسف قال ملك، وده لأنه ما كانش في الدولة الحديثة، ولكن لما جه يشير ليه اللي في عهد سيدنا موسى قال فرعون. أنا لما أجي أقول الحضارة الفرعونية أنا كده بكسر الحضارة المصرية على فترة الدولة الحديثة فيما بعد. طيب واللي قبل ده؟ الدولة الوسطى، عصور الانتقال والدولة القديمة، حتى العصر العتيق وعصور ما قبل التاريخ، كل ده مش من الحضارة المصرية القديمة. وهعمل فيديو هرد فيه عن الناس اللي بتقول ان الحضارة المصرية القديمة عمرها 7000 سنة. 7 ايه بس؟ ده اقل رقم ليها 9000. واحنا في التاريخ ده بنعتمد فيه على الحاجات المؤرخة المكتوبة. الناس دي مش بتدخل المومياوات اللي بتؤرخ ب 35000 سنة و25000 سنة زي طفل الطرامسة ونزلة خاطر وغيرهم كتير. الحضارة المصرية القديمة أقدم وأعرق من أي رقم تقديري الناس بتحط. انت دلوقتي على علم لما يتنطق قدامك الحضارة الفرعونية تعرف ترد وتبقى عارف ليه الناس بتقولش الجملة دي.